تخيل ان في معدن واحد بس خلى الناس تسيب بيوتها وتسافر آلاف الكيلومترات علشان تجيبه، وخلى كمان في دول وحضارات وملوك تتخانق وملوك بتدخل نفسها في مشاكل هي في غنى عنها علشان خاطر العنصر ده. وانا هنا بتكلم عن عنصر الذهب. لاكتر من 6000 سنه الناس وقتها كانت مفتونه بالذهب، وده مش لانه نادر، ده لانه بيطلع من الارض لامع اكن ايد انسان هي اللي مصنعاه، وده لانه بعد مئات والاف السنين بيفضل محافظ على قيمته وما بيصديش. المصريين القدماء كانوا بيحبوا الذهب اكتر من عيالهم، وكانوا اكتر الشعوب مفتونه بالذهب لدرجه انهم عملوا اول خريطه لمناجم الذهب في التاريخ. ومن المناجم اللي مشهوره هنا في مصر مناجم اسمها مناجم النوبه، ودي اي ملك كان بره مصر لقب مصر بانها ارض الذهب. وفي سنه 1922 لما العلماء اكتشفوا مقبره توت عنخ امون لقوا الاف القطع الذهبيه جوه المقبره دي. من الحاجات الغنيه قوي اللي لقوها القناع الذهبي، واللي بعدها بشويه ولحد دلوقتي بقى اشهر قناع في العالم كله واغلى قناع يعتبر. لكن هوس البشر بالذهب ما وقفش عند مصر. في اماكن تانية حول العالم زي الانهار مثلا الناس كانت بتنزلها وتفضل تحفر في الرمال بالساعات وبالايام علشان يطلعوا بشويه دهب صغيرين. تعال اخدك معايا رحله للقرن ال19 واللي حصل فيها حاجه غريبه جدا اسمها حمى الذهب. ودي كانت عبارة عن ان ملايين الناس سافروا لمناطق بعيدة جدا بعد اشاعات قالت ان هيبقى هناك في كميات ذهب ضخمة. في ناس باعت بيوتها، وفي اللي ساب شغله، وفي اللي دفع كل فلوسه علشان يطلع الشغلانة دي املا انه ممكن يرجع بذهب يغنيه عن كل اللي راح. ولما رجعوا في منهم اللي بقى غني قوي قوي قوي، وفي منهم اللي بقى فقير قوي قوي قوي. وعلى مر التاريخ الذهب بقى رمز للسلطة. يعني مثلا تاج الملك بقى بيتصنع بيه، القصور بقت بتتزين بيه، حتى العملات الاولى اللي في التاريخ بقت مصنوعه من الذهب. والغريب بقى ان كل الذهب اللي استخرجه البشر لو جمعناه مع بعض مع كل الذهب في التاريخ هنعمل شكل مكعب طول ضلعه 22 متر. وعشان كده الذهب فضل محافظ على قيمته عبر آلاف السنين، لدرجة ان المستثمرين النهاردة اول ما تحصل حرب او اي ازمة اقتصادية او حتى انهيار في الاسواق بيجروا على طول يشتروا ذهب. في النهاية الذهب مش مجرد معدن او شكل للزينة، لكنه عنصر ارتبط بالتاريخ والاقتصاد وقيمة الانسان نفسها عبر آلاف السنين. ومع الصعود او هبوط سعره هيفضل الذهب رمز للقوة والاستقرار وقت الازمات. وبس كده، اشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم بتاع معلومات. سلام.